صباح الخير. اليوم خميس والصلاة على محمد وآل محمد. طبعا اليوم جبت لكم اللقم باللالينج. عندي كوبين من العصير مالت اللالينج، عصرتها كل زين وطلعت الحبيبات. كوب من السكر، وطبعا نص كوب من النشا وكوب من الماي. خلطتها على صفحة على البارد. راح أضيف العصير والسكر وأخلطها لحد ما يموع عندي السكر ويفور عندي. راح أضيف النشا فوقها لحد ما يثخن عندي. راح أضيف الهيل والماي الورد وأضيف الزبدة وأظل أقلب بيها، لازم ما أعوفها إيدي بيها. طبعا هنا سويت نوع ثاني من الحلقوم الأبيض السادة، كلش طيب، هذا صار أطيب من البرتقال. طبعا نفس المكونات. خليت كوبين ماي، 3 أكواب ونص من السكر الحبيبات، وخليتها وخلطتها وضفت كوب واحد من النشا وكوب واحد من الماي. خلطتها على البارد وظليت أخلط بيها لحد ما حصلت القوام الأريد الثخين. وطبعا خليت الزبدة وأي نوع مكسرات عندنا. عندي هنا سويتها مثل الرولة. خليت الزبدة فوق خليت الزيت فوق الورق الزبدة، وخليت المكسرات وخليت اللقم وعدلته بهذا الشكل لحد ما صار عندي رولة. طبعا عفته بالثلاجة لمدة ليلة كاملة، يلا أقدر أقطعه على مود يتماسك على راحته. وطبعا النوع الثاني بالبرتقال استوى عندي وجهزته وخليت له مبروش أو جوز الهند، انتو بعد حسب الرغبة. أي نوع مكسرات عندنا نقدر نضيف لها. طبعا هنا اليوم الثاني اجت أمي يعطيها الصحة والعافية وقدمت لها هذا الحلقوم وكلش انعجبت بيه. وطبعا بوقتها انطيت بيت أخوي وهم حبوه. وشوفوا المطاطية، طبعا لونه حلو وشكله حلو والطعم خرافي، ما أوصف لكم عليه. أتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وإن شاء الله تحطوا لي لايك وتشجعوني واستمر وياكم. لا تنسون وياكم ومسجة من الأكلات العراقية. مع ألف سلامة. خليكم مع الفيديو، أي شي اللي تحبوه كتبوا لي إياه وإن شاء الله أنزل لكم، تردون كتابة أو حكي.